هايتي 1974، رعب وفودو، منشطات وتحطيم أرقام. فريق الفودو وصل لكأس العالم. تأهل هايتي المونديال ألمانيا الغربية 1974 كان متشاف في الصحافة العالمية على أنه تأهل لمنتخب بيعتمد على السحر والفودو في طريقه للبطولة. مشاركة المنتخب الكاريبي الوحيدة في المونديال صحيح انتهت ب3 هزائم و14 جول في مرماه، بس كانت فعلا مليانة سحر وغموض. هايتي تأهلت لأول مرة للمونديال بعد ما كسبت كاس الكونكاكاف بطريقة مريبة بعد ما فازت على ترينداد وتوباجو 2-1 في المباراة الحاسمة للبطولة. ماتش اتلغى فيه 4 أهداف لمنتخب ترينداد وتوقف فيه طاقم تحكيمه بعدها مدى الحياة. المنتخب كان بيحظى برعاية مباشرة من رئيس هايتي جان كلود دوفاييه، وقع في مجموعة صعبة مع إيطاليا والأرجنتين وبولندا. ماتشه الأول كان قصاد إيطاليا اللي كان حارس مرماها دينو زوف اللي ما دخلش فيه ولا هدف في أي ماتش مع إيطاليا من سبتمبر 1972 وعلى مدى 12 ماتش متتالي. قبل الماتش نجم هايتي وهدافها التاريخي مانويل سانون قال إنه هو اللي هيكسر رقم زوف وهيجيب جول في كل ماتش. سانون سجل فعلا، بس الماتش خلص 3-1 لإيطاليا، وفي اختبار المنشطات بعدها جت نتيجة إرنست جون لاعب هايتي إيجابية عشان تبقى أول حالة منشطات في تاريخ كأس العالم. سيطرة الرئيس دوفاييه على الفريق كانت مرعبة، ومع البعثة كان موجود نائب رئيس الاتحاد اللي كان في نفس الوقت جنرال في الجيش. تاني يوم في شهود قالوا إنهم شافوا إرنست بيتاخد بالعافية من معسكر الفريق وهو بيصرخ. واستحالت الرعب على زميلهم، هايتي قدمت ماتش كارثي وخسرت من بولندا 7-0، لكن بعد الماتش جون اتصل وطمنهم انه سليم، ولعبت هايتي بشكل افضل نسبيا عشان تخسر من الارجنتين 4-1. وسانون جاب جون تاني ليه في البطولة عشان يبقى نفذ قسمه انه هيسجل في ماتشين، وفشل بس قدام بولندا. الاشاعات عن جون كانت كتير، لكن محدش جرؤ انه يتكلم ولا هو نفسه. وبعد البطولة رجع تاني ولعب مع المنتخب لحد ما اعتزل سنة 1980. أما سانون فأصبح بطل قومي، ولما مات سنة 2008 اتعمل له جنازة شعبية شارك فيها 20,000 مواطن.